لو هتنصح شباب داخلين المجال جديد، أطباء، تقول لهم إيه؟ أول حاجة لمّا تعمل أي حاجة لازم تراعي فيها ربنا سبحانه وتعالى، دايمًا الأساس عشان تنجح إن أنت ترضي ربنا عز وجل في كل حاجة بتعملها، دايمًا لمّا سواء في شغلك، سواء في حياتك، سواء في الprocedure اللي أنت بتعملها، دايمًا ارضي ربنا، اوعى تعمل حاجة تغضب ربنا عز وجل، مهم جدًا دي، لإن للأسف في دكاترة بتتنازل عشان تشتهر وعشان تنجح، وعندها استعداد إن هي ممكن تعصي ربنا سبحانه وتعالى عشان تشتهر وعشان تنجح، فالموضوع بالعكس طول ما الإنسان في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمك. هتلاقي ربنا هيكرمه وهيبارك له، والإنسان ما يبصش تحت رجليه، يبص للي جاي فيما بعد. هل تنصحهم بإن هم يدرسوا marketing وsales؟ يعني حضرتك قُلت إن ده إمم، فرق معاك أوي. إمم، دي أهم حاجة. إمم. الدكتور الشاطر حاليًا عشان ينجح هو لازم يكون فاهم أساسيات الmarketing. لازم يكون فاهم أساسيات الsales، لازم يكون فاهم إزاي يcommunicate مع الpatient، إمم. إزاي يبيع نَفْسه للpatient. الpatient دلوقتي أصبح فاهم وعنده وأصبح variety واعي، كتير. عنده varieties كتير، بالضبط كده. الpatient دلوقتي فاهم كويس أوي هو هيروح لمين، فبالتالي الpatient مش هيسلِّم لك نَفْسه غير لمّا يكون واثق فيك واثق 100%، فيك، صح. وده أساس النجاح دايمًا فيما بعد.